أين أنت عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أين أنت عن دعوة ذي النون الذي ابتلاه الله بهذا الهم والغم؟ ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر، ظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين الذاكرين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله سبحانه من الغم. وكذلك سبحانه ينجي المؤمنين، فلولا أنه كان من المسبحين في سالف عهده وزمنه وعمره للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ذكر الله منجاة من الهم والغم. أين أنت أيها المهموم عن دعاء الفرج والكرب والهم والحزن؟ فقد علمناه إياه صلى الله عليه وسلم أن تقول إذا أصابك الهم والغم: لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب